بس خلاص، لان الكرة بقت سبوبة، الكرة بقت قلة ادب. كابتن عيد، ايه اسبابك الفنيه في التصريح اللي انت صرحته وبقى ترند الفتره اللي فاتت ان الدوري محسوم للنادي الاهلي؟ لان بكل بساطة يا كابتن الفريق الوحيد اللي كان بينافس الاهلي في الدوري خلاص ما بقاش موجود، راح الدوري الاسباني. لاحظنا في الفتره الاخيره ان القيمه التسويقيه للدوري المصري ابتدت تقل، يا ترى ايه السبب الخفي ورا ده؟ طبعا القيمه التسويقيه للدوري المصري بدات تقل، بس ده بسبب اصابه بعض اللعيبه اللي كانت بتجيب المتعه للدوري المصري، زي ليو حفني مثلا، مدبولينو، حبه الكريز بقى، الفرس الشقيه، مصطفى فتحي. كان في اتجاه بيقول ان النادي الاهلي في حاجه لخدمات اشخاص قياديه قويه زي سياده المستشار مرتضى منصور او الكابتن ابراهيم سعيد، يا ترى حضراتكم شايفين ضروره لده؟ طبعا قامه زي المستشار مرتضى منصور هيفرق جدا مع النادي الاهلي، ده لما راح نادي الزمالك جاب لهم انجازات كتير جدا، ده جاب لهم دوري و4 كاس وسوبر وجاب سيره امهات مصر كلها، ده غير طبعا الكابتن ابراهيم سعيد ده واخد جايزه في الراس. راضي على اللي انت قلته ده؟ ليه اخترتوا اسم البرنامج بتاعكم الكوره مش للجماهير؟ ده سؤال كويس، هجاوبك انا بقى. بصراحه احنا لما دخلنا على اليوتيوب وعملنا سيرش لقينا الناس كلها عامله كوره للجماهير، قلنا نعمل احنا بقى كوره مش للجماهير. بس خلاص، بهايم مش عارف ازاي هنشيله في المونتاج القرف ده. هو فعلا الكرة مش للجماهير، لان الكرة بقت سبوبة، الكرة بقت قلة ادب، الكرة بقت تنفيذ اجندات لناس بعينها، تحكيم محتاج تحكيم، الفلوس تحكم، فطبيعي لما تيجي تلاقي المشهد ده كله فتعرف ان الكرة مش للجماهير، الكرة خليها ليهم وخلينا هندور على اي حاجة تانية نستمتع بيها. راضي على اللي انت قلته ده؟ لا مش راضي. عاجبك؟ ما كانت حلو الكوره للجماهير، قمنا احنا عملنا الكوره مش للجماهير. يلا الحاجات دي بتاخد مع الناس يا عم محدش مصدق الكلام ده.